طيب بالنسبة للمشاكل اللي كانت واجهت الناس وهي بتستخدم نسخة الايفون اللي هي الام بي اخر اصدار، فده ابديت جديد محلول فيه كل المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده في النسخة، زي بقى مشكلة الحرق بتاع النسخة او مشكلة ان الرقم بتاعك ما ينفعش يشتغل على واتساب معدل والمشاكل دي كلها. وطبعا مشكلة الاستوري اتحلت، وطبعا مشكلة اللي هو الاضافة بتاعة القنوات بقت موجودة دلوقتي. لو جيت تروح على الحالة كده وتيجي على علامة البلس اللي هي تحت على الشمال دي وتدوس عليها، هيجيلك بقى من هنا ان انت تقدر تعمل قناة لنفسك او ان انت تقدر تبحث على اي قناه، والموضوع بقى شغال وعادي جدا. نيجي بقى للاعدادات من هنا، بحيث ان احنا نبدا نظبط بقى النسخه ونشوف كل الحاجات اللي ما كانتش شغاله فيها، واقول لك بتشتغل ازاي. هتيجي اول حاجه كده على خيارات الام بي اللي هي فوق دي كده، وبتبدا ان انت تدوس عليها، وبعدين بتجيب اعدادات اخرى، وبعدين بتجيب اف ام مودز، وبعدين بتجيب اللغه. هي كده كده عربيه، بس احنا هنسيبها عربي بحيث ان احنا يعني نقدر نقرا الكلام ونقدر يعني نترجم الدنيا ونفهم، نحل المشاكل، وبعد في الاخر خالص بقى نبقى نحول اللغه بتاعه النص. طبعا بقى بالنسبه للناس اللي كانت بتشتكي من الجوده، انت تقدر تيجي هنا وتزود الجوده زي ما انت عايز، وهنا تقدر تفرغ السجل. نسخه تقيله معاك وكده انت تقدر تفرغها من هنا. وبعدين لو انت مثلا بتبعت صور لحد، فانت ليك ليميت معين بالزرار ده، انت تقدر ان انت تبعت اكتر من 10 صور، تدوس عليها وبعدين بتطلع بره الاختيار ده خالص. وبعدين بتبدا تشوف الحاجه اللي بعد كده، وانت عندك اعدادات كتيره هنا، تقدر تمنع ان اي حد ياخد اي سكرين شوت، او انت مثلا تقدر تمنع نفسك ان انت لو الفون بتاعك مع حد ما يقدرش ياخد سكرين من شات اي حد ويبعته لنفسه، وهكذا. بتبدا بقى تطلع لفوق، وبعدين بقى بتجيب مثلا ايه، اختار التفضيل اللي هو بتاع الاشعارات. ديت الاشعارات اللي موجوده في النسخه، في ناس بتحب الموضوع ده وفي ناس لا. يعني بالنسبه للاشعارات، في ناس بتشوف الموضوع ده بيبقى مزعج، فانت لو مش عاوز الاشعارات بتدوس على تمكين الاشعارات وتوقفها عادي جدا. لكن لو عاوزها بتفعلها تاني، وبتقدر توقف بقى وتتحكم في الحاجات اللي انت عايزها تظهر لك او الحاجات اللي انت ما انتش عايزها تظهر لك. زي لو حد شاف المسج بتاعتك ممكن تقفلها، انت مش محتاج ان تشوف بقى ده فلان ما شافش او فلان شاف. عايز تفعلها تاني براحتك يعني عادي جدا، دي حاجه ترجع لك انت. طبعا بقى بقيت اعدادات النسخه احنا كده كده كلنا عارفينها، زي الحمايه والخصوصيه، ان انت تخفي الظهور وبقيه الحاجات دي. طبعا مفيش اي حاجه جديده فيها. هنا طبعا السيم، لو انت حابب ان انت تركب سيم للنسخة ولا حاجة. الكل سيم لجميع الواجهات. لو انت مثلا حابب ان انت تغير الستايل بتاع النسخة، تضيف خط من عندك او تغير نوع الخط اللي هو بيبقى موجود اصلا في النسخة. مثلا هنختار اي خط، نفترض ان هو الخط اللي هو التقيل ده. كده كده الايموجي جاي يعني بيتفعل ايفون يعني. هتيجي بقى على النسخة الاحتياطي والاستعادة، وبعدين تدوس عليها بالشكل ده. هتيجي هنا عند كلمة اللي هو النسخ الاحتياطي للدردشات، هتلاقي عندك تحت اسمها كلمة كلير. على الكلمة ديت بتبدأ انها تعمل لك مسح الملفات الاحتياطية او مسح الملفات المؤقتة اللي موجودة في النسخة، اللي هي بتخلي لك النسخة اصلا تقيلة معاك وبتخليها تهنج والشغل ده كله. فاحنا كده يعتبر خلصنا اهم حاجات موجودة في النسخة. يعني بالنسبة بقى لحوار اللغة، احنا قلنا ده نركنه للاخر خالص، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين انا بعمل ايه في النسخة، وتعرفوا تتعاملوا معايا عادي. زي ما انت مش شايف الخط اتغير، كل حاجه بقت تمام، وكل الازرار اللي موجوده في النسخه شغاله، زرار المزيد شغال والدنيا زي الفل. وهنا لو النسخه بتهنج معاك او كده، تدوس على زرار اصلاح تاخير الرسائل ده. بمجرد ما انت بتدوس عليه بيصلح لك كل المشاكل اللي موجوده في النسخه، وبيرجعها لك كانها جديده تاني، والدنيا حلوه ومفيش اي مشاكل خالص. نيجي بقى على نقطه الستوري. لو احنا عايزين نضيف اي ستوري او حاجه، بتدوس على علامه البلس اللي هي موجوده فوق على الشمال، بتتك عليها مره واحده كده بتفتح لك القائمه اللي انت شايفها قدامك دي. لو احنا مثلا عايزين نحط حاله كتابيه، ان احنا نكتب حاجه يعني وننزلها ستوري، عندك بقى الحاجه الجديده اللي موجوده ان انت مثلا تكتب مثلا اي كلام ماشي، وتقدر برضو ان انت تغير في اللون بتاع الخلفيه بتاعت الكلام ده، ولا انت تغير لون الخط. دي يعني دي اضافه جديده اضافت جوه النسخه، لو انت حابب ان انت برضو تتعامل فيها او كده. وطبعا بقى من فوق من هنا صنفت لك كل حاجه من الحاجات اللي هتسهل لك وانت بتستخدم النسخه. يعني مثلا الشتات اللي هي مش مقروءه، اللي هي ما انت ما شفتهاش لسه، ممكن تتك على دي كده بتجيب لك كل الشتات اللي انت لسه ما شفتهاش. وهنا بتجيب لك الجروبات، وهنا بتجيب لك جهات الاتصال بتاعتك، تمام، وهنا الاتصالات، تمام. فانت سيبك من كل ده، واللي هو انت يعني ده زرار هيوفر معاك الدنيا. وبرضو الزرار اللي هو موجود هنا ده، لو انت اتكيت عليه كده بيجيب لك كل الشتات اللي انت لسه ما شفتهاش. يعني في ناس بعتلك مسجات وانت لسه ما شفتش المسجات دي، فده بيجيبها لك كلها. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. لو انت ضغطت ضغطه مطوله على نص الشات من هنا كده، يعني من المكان ده كده، لو انت ضغطت ضغطه كده هتجيلك يعني خيارات كتيره، زي ان انت تثبت الشات او تكتمه او ترشفه او تحذفه او كده، بقيه الحاجات يعني. طيب لو احنا جينا دوسنا على صوره البروفايل نفسها بقى ضغطه مطوله، الصوره ذات نفسها بتفتح لك القائمه اللي انت شايفها قدامك من فوق دي. تقدر طبعا بقى تدوس على الثلاث نقط اللي هنا دول، وتقدر تخفي المحادثة بالكامل، لان كان في ناس ما بتعرفش تخفي
الشات. فهذه الطريقة اللي انت تقدر تخفي بيها الشات بتاعك. وبس كده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاع النهاردة. فهسيب لك كل الروابط اللي انت هتحتاجها في وصف الفيديو او في اول كومنت. وبس كده، سلام.